جبار 150 هي طائرة مسيرة مصرية درون هجومية من فئة الذخائر المتسكعة والطائرات الانتحارية، كشف عنها لأول مرة خلال معرض صناعة الدفاع إيدكس 25. أبرز مواصفات جبار 150: طائرة مسيرة هجومية أحادية الاستخدام انتحارية، سرعتها تصل إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة، مزودة بمحرك خلفي ومروحة دافعة، يمكن إطلاقها من منصات أرضية متحركة، تحمل رأسا حربيا يقدر بين 40 و 50 كيلو جرام وفق بعض التقارير، صممت لضرب الأهداف الثابتة والبنية التحتية العسكرية بدقة. التصميم والقدرات: يلاحظ الخبراء تشابها كبيرا بين تصميم جبار 150 والطائرة الإيرانية شاهد 136، خاصة في شكل الجناح والمحرك الخلفي، إلا أن الجانب المصري يطرحها ضمن برنامج محلي لتطوير الطائرات المسيرة وتوسيع القدرات الوطنية في هذا المجال. أهمية الطائرة: تمثل جبار 150 خطوة مهمة في اتجاه توطين صناعة الطائرات بدون طيار في مصر، خاصة مع تزايد أهمية المسيرات الهجومية في الحروب الحديثة، حيث توفر تكلفة أقل مقارنة بالصواريخ الموجهة التقليدية، مع قدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.